بغض النظر عن الاداء والتشوه البصري اللي شفناه بالملعب، فزنا وحققنا 3 نقاط. يا اخي اشتاقينا نفوز وننام مرتاحين. ريال مدريد يفوز على ديبورتو الافيز 2-1 بالدوري الاسباني. حط لايك ومتابعه، وتعال خلينا نسولف عن المباراه شويه. هاي المباراه بينت انه اكو لاعبين بالفريق لازم يغادرون النادي. بالشوط الاول وبعد الهدف الاول انقلبوا ريال مدريد الى اتلتيكو مدريد، كلها رجعت للدفاع. قدرت تتلاعب منه؟ ترى هذا الالافيز يعني بكل مباراه لازم نعيش اجواء التوتر والقلق. فهو على روديجير بالشوط الاول تحس الهجوم مال الالافيز بكل الطرق يساعدهم حتى يسجلون هدف، وبالشوط الثاني يكسر التسلل حتى يجيبون الهدف التعادل. بداية المباراة ريال مدريد يسجل الهدف الأول من صناعة بيلينغهام وتسديده ولا أروع من كيليان مبابي. تشوفهم تقول راح يفوزون 4-5 أهداف، يعني سيطروا على المباراة. أشوف بعد الهدف مباشرة فعلوا له وضعية أتلتيكو مدريد وكلها رجعت للدفاع. الألافيز صار هو الأقوى هجوميا، وريال مدريد ما يقدر يقطع كرة ولا يقدم ضغط عالي ولا يقدم أي شيء. الألافيز هو اللي كان يسوي كل شيء حتى يسجل الهدف، لولا تألق الحارس كورتوا كان انتهى الشوط الأول بالتعادل. اسينسيو قدمت مباراة كلش حلوة وكل شيء، لكن انت عندك كرة بالملعب تروح تشوت كرات اللاعب، ليش؟ خليها ببالك، هاي عليها طرد، بس ربك ستار. دفاع ريال مدريد يراد له دفاع. فالفيردي انقلب فران غارسيا بس يركض بالملعب. اللاعب فيكتور فالديباس اول مباراة له، عمره 19 سنة، قدم اداء كلش حلو. روح لك فيديو فران غارسيا. جود بيلينغهام هو اللي كان شايل وسط الملعب لوحده، ضغط، تمريرات، قطع كرات، اكثر لاعب صنع فرص. صح عنده خطأ بعض التمريرات، لكن لا تقول لي شواميني ولا تقول لي اردا جولير. 1000 مرة قلت اردا وجود ما يلعبون سوا، لازم واحد من عندهم اساسي وواحد احتياط. لكن تسولف منو؟ رودريجو هو اللي كان افضل لاعب بالمباراة. يا اخي يقدم لك ادوار دفاعية، ادوار هجومية، وهو اللي سجل لك هدف الفوز من تمريرة الملحد الكروي فينيسيوس. على طاري فينيسيوس اللي كان مختفي طول المباراة، وطول المباراة 1-على-1 ما قدر يعدي، كل قراراته فاشلة. الهجوم تشوفه ولا واحد يعرف المركز مالته. فينيسيوس تشوفه بالعمق، مبابي تشوفه بالجهة اليسرى. ساعة تشوف فيني ورودريجو ومبابي ثلاثتهم بالجهة اليسرى وعايفين الجهة اليمنى. ما أعرف هاي تعليمات مدرب لو يتصرفون بكيفهم. إبراهيم دياز بالدقائق اللي لعبت بيهن فوق قهر فيني اللي كرهني بالمباراة، جيت انت وزودت علي، يعني جنة فرصتين الى 3 كل السهلات يضيعن. ليش؟ تشابي الونسو يعني لا متى راح تضرب هاي شخصيتك الضعيفة؟ يا خبر شخصيتك على اللاعبين، لا تخلي كل واحد يلعب بمزاجه. يعني فريق مثل الالافيز المفروض فايز عليه من الشوط الاول وناهي المباراة، بس بسبب بعض اللاعبين الفاشلة ولعبهم فاشل واللي يلعب على مزاجه خليتنا نفوز بشق الانفس. فريق الالافيز كان باي وقت يقدر يسجل هدف، لكن هجومهم ما عرف يتصرف. صراحة فوز بلا طعم بلا أداء، بس أهم شيء حققنا 3 نقاط وقلصنا الفارق إلى 4. إن شاء الله القادم أفضل.